رواد ورائدات السينما المصرية. بهيجة حافظ هي بطلة فيلم زينب الصامت، والتي أسست بعد ذلك شركة سينمائية باسم فنار فيلم، كان لها دور كبير في الإنتاج السينمائي بين الثلاثينيات والأربعينيات. والسيدة بهيجة هي ابنة إسماعيل محمد حافظ باشا، الموظف السابق في الخاصة السلطانية في عهد السلطان حسين كامل، وجدها لأمها هو محمد سيد باشا، وهو أيضا جد إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزراء الأسبق. ولدت بهيجة في حي محرم بيك بالإسكندرية في عام 1908، وبالرغم من نشأتها الأرستقراطية إلا أنها نشأت في بيئة فنية، ونالت قسط من التعليم بين مدرستي الفرنسيسكان والمير ديو بالإسكندرية، ثم حصلت على دبلوم في الموسيقى من باريس في العام 1930. كان والدها موسيقيا هاويا، وكان يعزف على العود والقانون، وكانت أمها تعزف على الكمان، وباقي إخواتها يعزفون على آلات مختلفة، وهي كانت تعزف على البيانو، مما جعل الأسرة تبدو كفرقة موسيقية. تزوجت بهيجة من أمير إيراني، وانقطعت عن الفن لفترة، ولكن الزواج لم يدم طويلا لأن زوجها لم يكن يحب الموسيقى. وبعد الانفصال انتقلت بهيجة إلى القاهرة، واعتمدت على الاشتغال بالموسيقى بتعليم العزف على البيانو لبنات العائلات، ونسخ النوة الموسيقية وتأليف المقطوعات. وفي هذا الوقت تعاقدت معها شركتا اسطوانات كولومبيا بالإسكندرية وأوديوم بالقاهرة على شراء مقطوعاتها، وقد لفت ذلك الأنظار لها، حيث نشر إسماعيل وهبي شقيق يوسف وهبي في مجلته المستقبل صورة لبهيجة على غلاف المجلة. وكانت هذه الصورة سبب في اشتغالها بالسينما، لأن المخرج محمد كريم كان يبحث عن بطلة لفيلم ليلى بعد رفض أمين رزق للتمثيل في الفيلم، فلفت نظره فتاة الغلاف بهيجة، فسعى للتعاقد معها، ولكنها كانت تخشى غضب أسرتها التي تتحمل عملها في الموسيقى على مضض، إلا أن محمد كريم استطاع إقناعها، فقامت بتمثيل الدور وأيضا وضع الموسيقى التصويرية للفيلم. وقد تسبب تمثيلها للفيلم في غضب أسرتها، التي سرعان ما وافقت على زواجها من شاب عائد من ألمانيا اسمه محمود حمدي. رشحت بعد ذلك بهيجة للقيام ببطولة فيلم أولاد الزوات، أول فيلم مصري ناطق، ولكن حدثت خلافات بينها وبين المخرج محمد كريم وتركت الفيلم. كونت بهيجة مع زوجها محمود حمدي شركة إنتاج باسم فنار فيلم، بدأت بإنتاج فيلم صامت بعنوان الضحايا من إخراج إبراهيم لاما عام 1932، ثم أعادت إنتاجه ناطقا في عام 1935، وقد اشترك معها في التمثيل زكي رستم وعبد السلام النابلسي، واشتركت فيه بالغناء لأول مرة ليلى مراد. وتضمن هذا الفيلم مشهد كان جديدا بالنسبة للسينما وقتها، هو مشهد سيلويت يظهر فيه البطلان في صورة خيالين، وتوالت أعمالهما بعد ذلك كفيلم الاتهام من إخراج ماريو فولبي. ولكن العمل الكبير الذي يذكر لها في تاريخ السينما هو إنتاج فيلم ليلى بنت الصحراء، الذي عرض في العام 1937، والذي لا يحمل اسم مخرج، لأن بهيجة اختلفت مع المخرج ماريو فيلبي، فقامت هي باستكمال إخراجه. وقد رشح الفيلم للعرض في مهرجان البندقية عام 1938، إلا أنه منع من العرض لاعتراض دولة إيران عليه لإظهاره ملك الفرس وهو يغتصب فتاة عربية. وقد تسبب هذا المنع في خسارة كبيرة لبهيجة، حيث تكلف الفيلم وقتها 18,000 جنيه، وقد قامت برفع دعوى تعويض حتى سمح بإعادة عرضه في العام 1944. وبعد مضي 10 سنوات من التوقف عن الإنتاج، عادت بهيجة إلى الإنتاج بفيلم كبير هو زهرة السوق في العام 1947 من إخراج حسين فوزي، واشترك معها بالتمثيل أحمد منصور وعلوية جميل وثريا فخري ومحمود رضا وعبد الفتاح القصري وأمير الصحافة محمد التبعي، واشترك بالغناء لأول مرة
وديع الصافي. وبالرغم من أن الفيلم ضم مجموعة من كبار النجوم وقتئذ، إلا أنه لم يقدر له النجاح، وكان سببا في إشهار إفلاسها على الرغم من وجود رصيد لها عند شركات التوزيع السينمائي. وكانت هذه صدمة أليمة لها جعلتها تتوقف عن الإنتاج، ولكنها لم تتوقف عن نشاطها الاجتماعي والثقافي، فقد أنشأت أول نقابة عمالية للموسيقيين، والتي استمرت حتى عام 1954. كما أنشأت صالون ثقافي في عام 1959 لتقديم أصحاب المواهب الموسيقية الشابة. وسجلت الإذاعة 12 مقطوعة موسيقية، كما أقنعها المخرج صلاح أبو سيف في الظهور في دور صغير في فيلمه القاهرة 30 هو الأميرة شويكار. وتظل بهيجة حافظ واحدة من أهم رائدات السينما المصرية، وتوفيت في العام 1983.